الصفقة تمت والحرب بدأت. برشلونة يعلن عن ضم الوحش الجديد إلى حراسة المرمى خوان غارسيا. فبهذا التوقيع أصبح مصير تير شتيجن إلى مهب الريح. فهل انتهى زمن جدار برلين أم أن فليك سيقلب الطاولة؟ تابع حتى النهاية. في واحدة من أفضل تحركات الميركاتو، أعلن برشلونة بضم الحارس الشاب خوان غارسيا من إسبانيول حتى عام 2031 بصفقة تجاوزت 25 مليون يورو وبراتب 3 أضعاف ما كان يتقاضاه مع إسبانيول. غارسيا الذي أثار الإعجاب بالموسم الماضي بموسم خرافي بتحركات بارعة وبأرقام خارقة، 145 تصديا ناجحا منها مباريات خرافية أمام ريال مدريد وبرشلونة أيضا. ليس التعاقد عبارة عن صفقة مستقبل، بل رسالة من برشلونة بأن هناك مستقبل جديد وعصر جديد قادم في الكامب نو. وفي الجهة المقابلة يعيش الحارس الألماني مارك أندري تير شتيجن أسوأ فتراته، وهو يرفض الرحيل ويرفض تخفيض راتبه ويريد البقاء حتى نهاية عقده لعام 2028. لكن تير شتيجن الذي كان يلقب بجدار برلين الآن أصبح يلقب بفتحة برلين وليس جدار برلين. جماهير الإسبانية متطلبة بشكل كبير، ومنها جمهور برشلونة بدأ يتقلب من جدار برلين إلى طاقة برلين، طاقة أي فتحة كبيرة، بسبب الهفوات والأهداف التي دخلت برشلونة في الموسم الماضي. فكانت تير شتيجن عبارة عن مصور يصور الكرة عندما تدخل المرمى فقط لا غير، ويقول بنفسه هكذا فقط لا غير، لم يعمل أي شيء حتى يثبت نفسه. أما المدرب الألماني يعيش بين نارين، نار الخبرة الألمانية ونار الثورة الإسبانية. لكن ما نعرفه عن المدرب الألماني لا يجامل أحد، من يثبت نفسه في التدريبات والمباريات الرسمية يستحق أن يكون هو الحارس الأساسي لبرشلونة. لكن الحل ليس فنيا فقط، بل أيضا الحل عند رابطة الليغا التي تضغط على برشلونة لتخفيض الرواتب والتخلص من بعض اللاعبين لتسجيل لاعبين وقاعدة 1-1. وفي النهاية من سيكون حارس برشلونة؟ خوان غارسيا بداية عصر جديد أم تير شتيجن؟ سيصمد ويسكت الجميع؟ أخبرنا ذلك بالتعليق، ولا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. كالعادة معكم ماهر أبو سليمان، تحياتي.